طاسة تانية بقى هعمل فيها صلصة المكرونة، وهحط فيها شوية صغيرين من السمنة وشوية صغيرين من الزيت برضو، واحط فيها شوية كام فص توم مهروس كده، حوالي 3 4 فصوص توم. التوم ده اللي كنت مفرزاه معاكم في الفريزر، ياخدوا بس لون ذهبي ويطلعوا الريحة بتاعتهم. هضيف ليهم معلقة من هريسة الشطة برضو اللي كنت عاملاها معاكم. هريسة الشطة النهاردة داخلة في معظم الأكلات، داخلة في المكرونة وداخلة في الكبد والقوانص. انا كنت كملت معاكم طريقه الكبد والقرص ولا نسيت؟ مش فاكره والله. المهم ان المكرونه هكملها معاكم الصلصه بتاعتها. انا حمرت التوم كده، اول ما بتاخد لون وتطلع ريحه التوم، بضيف ليها معلقه من هريسه الشطه، بتخلي طعمها جميل خالص مميز. وبحط البهارات بتاعتها بقى، انا بضيف ملح وشويه فلفل اسود صغيرين وشويه من بهارات الفراخ، بتدي طعم المكرونه، بتخلي طعمه جميل خالص. وطبعا الصلصه قصدي الطماطم لازم اصفيها، طماطم المكرونه لازم تتصفى. بالنسبه للكبده انا كنت عملتها معاكم الكبد والقوانص، ان انا قطعت القوانص انصاص، و حمرتها شويه